السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ان شاء الله النهارده فيديو جديد. النهارده الفيديو هيجمع ما بين يومين. اول يوم كده كان اليخت وهصور لكم كده في الميه من جوه وكده، وتاني يوم هيكون رحنا يعني شاطئين وهتعرفوا بقى الاحداث واللي حصل وكده. بصوا هنا احنا كنا واقفين مستنيين اليخت. اليخت اللي هناك ده اسمه الاخرس. المفروض ان هو كان هيلف كده وينزل الناس، وبعد كده الفوق بتاعنا بقى هيركب. الشركة اللي احنا طالعين معاها هي اللي كانت عامله لنا الرحلة دي، بس كانت بفلوس. يعني النفر كان ب100 جنيه. 100 جنيه مواصلات ويخت وكله تمام. وكانوا واخدينه برضو برايفت يعني. ما كانش في حد غريب راكب معانا غير اللي هم بتوع الرحلة بس. لكن في اسعار تانية بتبقى ارخص من كده بكتير. يعني في ناس واحنا ماشيين على الكورنيش كده كان بيقعد يقول ب65 جنيه 3 ساعات وحاجات كده. بس عايزة اقول لكم كان بيبقى شكل اليخت مرعب من كتر الناس اللي كانت بتبقى موجودة عليه. هنا احنا خلاص ركبنا. بصور لكم بقى كده. استنوا بقى عشان تشوفوا ايه اللي حصل لما طلعنا فوق. احنا الصراحة كنا رايحين الرحلة دي مخصوص علشان كان نفسنا نعمل سيشن وكده. بس الحظ بقى اللي حصل ايه، ان احنا بعد ما ركبنا ومشينا الفوتوغرافر مركبش اصلا. راح ان هو يجيب شاي، يعني اللي عرفناه بعد كده راح ان هو يجيب شاي. رجع لقى اليخت مشي ومركبش معانا. قعد يقول هو ممكن يجيب مركبة ويجي ورانا، بس ما جاش. هنا بقى كنت بصور لكم الطريق كده. مش الطريق بقى، البحر كده. والشواطئ اللي احنا عدينا عليها. عدينا على شاطئ الغرام، هتشوفوه دلوقتي. وقعدنا بقى نصور في المية وهو بيخش كده، وبيقف بقى في نص البحر، واللي عاوز ينزل بيبدأ بقى يلبس اللايف جاكيت زي ما انتوا شفتوا كده وينزل. طبعا انا ما نزلتش. المصطفى هو اللي نزل وبابا. اللي حصل بقى ان احنا البنات كلها جالنا دوار البحر، وكلنا تعبنا. وما احنا كنا بنقوم نتصور الصور اللي هي العادية بس كده، واحنا مش قادرين من كتر الدوخة. وفريدة كمان تعبت وكده، يعني انتوا عارفين بقى اللي حصل. وملك كمان واخواتي البنات كلنا الصراحة تعبنا قوي من دوار البحر. المفروض ان في برشام كده بيتاخد، بس المفروض ان هو بيتاخد قبلها بساعة. يعني قبل ما تركبي بساعة بيبدأ ان هو يعمل مفعول وكده. هنا بقى كان الناس بدأوا ينزلوا وايه ويلعبوا يعني في المية وكده. واحنا طبعا قاعدين من فوق نتفرج، نقوم نتصور صورة ونقعد من كتر الدوخة واللي حصل. بس هي الرحلة حلوة الصراحة، بس هي كانت عايزة البرشام اللي انا بقول لكم عليه ده. بصوا هنا بقى سلمى. بصوا قاعدة مكشرة. معرفش ايه كان دخل في عين سلمى، ونورة كمان يا عيني ما كانتش قادرة، اكتر واحدة تعبت. نورة ما كانتش قادرة تقوم خالص، وملك برضو. حتى الحمام اللي كان موجود في اليخت ما كانش فيه ميه. يعني فريده لما عملت اللي قلت لكم عليه ما كناش لاقيين ميه. بصوا بقى هنا الصخر ده كان موجود كده في نص البحر من جوه. بصوا حاجه كده قمر. الشكل بقى كان تحفه. عايزه اقول لكم ان التصوير ده الالوان دي طبيعيه، مفيش فلتر ولا في اي حاجه. هو التجربه حلوه قوي. حلوه قوي حكايه اليخت وتركبي وفي وسط الميه وكده. بس زي ما بقول لكم لو انت حاسه ان انت ممكن تتعبي، ففي برشام كده معين هتروحي لاي صيدليه تقولي له عليه هيديهولك، تاخديه قبلها بساعه. بصوا هنا كانت الميه هاديه ومفيش موج ولا اي حاجه. هوريكم بقى واحنا ماشيين. الموجه كنا في نص البحر والموجه كانت عاليه جدا. كان شكلها يخوف. بصوا تقريبا في الوقت ده هنا الموجة بقى كانت بدأت ان هي تعلى. واليخت بقى عايزه اقولك كان بيتشال كده ويتحدف بينا. طبعا لو وصلتي لحد هنا في الفيديو اوعي تكوني ما حطيتيش لايك. حطي لايك كده، ولو انت جديده عندي في القناه اشتركي فيها علشان كل ما انزل فيديو ان شاء الله يجيلك اشعار بيه وتتفرجي عليه. انا عارفه ان في ناس كتير بتتفرج وبتنسى تحط اللايك، وفي ناس كمان بتتفرج وما بتحطش تعليق. بصوا بقى هنا كانت الموجة بقى بدأت ان هي تعلى، مش باينة قوي في التصوير، بس هي كانت عالية عالية وملحوظة يعني. الرحلة دي كانت تقريبا بتقعد ساعتين. يعني ساعتين في المية كده من جوه، ساعتين بقى اللي هو نلف شوية والناس اللي عايزة تنزل تنزل وكده. كانوا لازم كمان كل اللي بينزل كان بيبقى لابس اللايف جاكيت. وكمان كانوا بيرموا طواق كده، ولازم اللي ما بيعرفش يعوم لازم يبقى ماسك في الطوق يعني. بصوا بقى هنا الموجة بدأت تعلى ازاي شكلها. الصراحة البحر من جوه شكله يخوف شوية. هي مشكلتنا كلها ان احنا دخنا وتعبنا يعني.
لكن غير كده بس برضو وتصورنا صور حلوة قوي. حتى هما في الجروب بتاع الشركة بيصورونا صور وفيديوهات وبيعملوا لايفات وحاجات كده وبينزلوها. في ناس كتير سألت على اسم الشركة وانا كتبتها لكم في التعليقات، واسم الشركة هي موجودة على الفيسبوك، اسمها جولدن جروب للرحلات، موجودة في عزبة النخل. بصوا بقى هنا الموجة. كملوا بقى الفيديو للاخر علشان تشوفوا. ده بقى كان هيبقى تاني يوم. بصوا الحتة دي كان شكلها عاملة زي ما يكون كان فيها دوامة كده اللي هي بتسحب تحت في المية دي. انا خفت منها قوي، مجرد بس شكلها كده كان شكلها مرعب. بصوا بقى الفيديو، تكملة الفيديو ده هيكون تاني يوم. رحنا كذا شاطئ، رحنا شطين يعني، وهقول لكم ايه اللي حصل وكده بقى فيه. بصوا هنا خلاص بقى كنا مروحين. هنعدي دلوقتي على شاطئ الغرام. وهوريكم الصخرة بتاعت ليلى مراد اللي هي غنت عليها في الاول. طبعا الصخرة دي كانت موجودة بره خالص على الشط، بدأت بقى لما البحر بقى بيبقى فيه مد يعني بتبقى جوه كده. بصوا اللي هي هناك دي اللي بعد اليخت كده. شاطئ الغرام طبعا اتغير تماما عن زمان لما الجيش خده وظبطه كده، حتى الدخول فيه بقى غالي. يعني بيقولوا النفر تقريبا ب70 او ب75. احنا الصراحة ما رحناش، بس كان نفسي اروح يعني، بس ما حصلش نصيب بقى، المرة الجاية ان شاء الله. هنا بقى دي بداية كده الفيديو بتاع تاني يوم. هنا بقى كنا رحنا شاطئ رمل. شواطئ رمل هي في كذا شاطئ لرمل، ماشي. احنا رحنا واحد منهم، والصراحة يعني تقريبا بعد ما دفعنا الفلوس ما كملناش. دي كنا رايحين مع نفسنا يعني كده، مش مع الشركة ولا حاجة. كنا عايزين ندور على شاطئ للأطفال. ناس كتير لقيتها بترشح شاطئ رمل. بعد ما رحنا لقينا الشاطئ كله زلط وصخر من تحت. الولاد ما كانوش عارفين يلعبوا. بصوا كان معانا حتى اميره اختي بس، البنات بقيت اخواتي ما جوش معانا، وكنت انا والبنات وهيثم جوزي. قعدوا بقى. مصطفى ركب الكوره ديت، كان فيها مصطفى وملك هما اللي ركبوها. قعدنا بالظبط في الشاطئ ده حوالي ساعه مثلا، ولقينا العيال مش عارفين يلعبوا ولا عارفين يتحركوا. فحتى احنا بنكلمهم بنقول لهم طب احنا دفعنا الفلوس، احنا ما لحقناش نقعد، والولاد مش مستمتعين بسبب الصخر والحاجه اللي في الميه. وعلشان اصلا تخشي في الشط والميه تجيلك مثلا يعني لحد وسطك كده، عايز تخشي نص البحر. البحر المستوى فيه يعني قليل، مش عالي، الميه فيه مش عاليه خالص. فكلمناهم ان احنا مثلا ناخد الفلوس وكده، مرضيوش. قالوا حتى لو دخلتوا قعدتوا 5 دقايق وجيتوا ماشيين الفلوس ما بتتردش تاني، خلاص كده. بس فاضطرينا بقى. احنا كنا رايحين كنا واخدين عربية سوزوكي كده واحنا رايحين. طبعا هناك مفيش مواصلات كتير قدام الشط، لان احنا رحنا الشط اللي هو بعد الكوبري، في كوبري كده بتطلعيه. احنا بقى رحنا الشط اللي هو بعديه. بس تقريبا هو بيقول كل رمل كده، لان بيقول احنا مهما بنجيب رملة وبنرميها في الشط البحر بيرجع يعريها تاني وما بيبقاش فيها، بيبقى برضو الصخر يعني ايه باين وكده. بس هما الولاد قعدوا يلعبوا في الكورة ديت اللي هي بتمشي على المية، قعدوا يلعبوا شوية. وبعد كده بقى ركبنا لقينا تروسيكل. قلت لمصطفى اجري ورا بسرعة يا مصطفى، اقول له استنى، عشان ما كانش زي ما بقول لكم ما كانش فيه عربيات. فوقفناه وقلنا له ودينا بقى شاطئ الهنا او شاطئ اللي جنب البيت. قلنا هنروح اللي جنب البيت اللي احنا رحناه اول مرة، اللي هو كان شاطئ مبارك. فهتشوفوا دلوقتي بقى هصور لكم واحنا راكبين بقى التروسيكل. والله كانت فسحه حلوه فسحه التروسيكل دي. هو اليوم يعتبر اتضرب مننا بسبب ان احنا رحنا يعني شاطئ ورجعنا رحنا شاطئ تاني. حتى انا هنا ما نزلتش خالص، حتى هدومي ما اتبلتش. قلت كويس ان انا ما نزلتش يعني. كنا كمان هنركب البدال ده اللي انتوا شايفينه على جنب ده كانت النص ساعة ب50 جنيه. بس لما أميرة قعدت تقول لا يلا نمشي والولاد وكده، فمشينا بقى ومركبناهوش. هصور لكم دلوقتي بقى واحنا راكبين التروسيكل. حاسه ان انا برغي كتير، بس عايزه اقول لكم ان انا لما بمسك المايك كده، عشان انا جايبه مايك يعني للتليفون وبرغي، بحس ان انا بنسى نفسي، بحس ان انا اصلا قاعده مع حد وبتكلم معاه وكده. فلو بتزهقوا قولوا لي وانا ابقى ابطل رغي شويه. بصوا بقى هنا ركبنا التروسيكل ده بقى. هو تروسيكل كده اللي هو بيبقى موتوسيكل وفيه من ورا زي كنبتين كده وقاعدين. والله كانت قاعده حلوه.
بصوا بقى بقيت اصور لكم الطريق بقى واحنا ماشيين. كل الشواطئ اللي موجوده دي وانا بصور لكم كده دي اسمها رومل، بس جنب رومل بيبقوا حاطين اسم تاني يعني، بس تقريبا هم كلهم فيهم اللي هو الصخر والكلام ده. عدينا في الاول على شاطئ الهنا اللي انا قلت لكم عليه. ناس كتير كانت بتشكر فيه، بس انا لقيته زحمه جدا. يعني الشمسيات كانت فيه، كانت صف تاني، وتقريبا كانت صف تالت كمان. فما رضيتش، قلت اكيد الميه كانت هتبقى زحمه قوي، فقلنا خلاص خلينا في الشاطئ اللي احنا ايه رحنا اول مره، اللي هو مبارك. هصور لكم دلوقتي احنا رايحين على اساس ان الموجه هاديه والبحر هادي وكده، بس هتشوفوا دلوقتي ايه اللي حصل. هو شاطئ مبارك ده لما اصلا بتنزلي السلم، هو المفروض شاطئ عام يعني. شاطئ مبارك على اليمين، وشاطئ مطروح العام على الشمال. مطروح العام ده مفهوش موجة تماما، لانه يعتبر بحر مقفول، لان فيه زي لسان كده من الجنب، فهتلاقوه مقفول قوي فمفهوش موجة، فحلو للاطفال. بس كان زحمة قوي، لان الحتة بتاعته اللي هي الشط اللي الناس بتقعد فيه صغيرة جدا. والشاطئ اللي هو مبارك ده عشان شاطئ كبير، اللي هو بقى ايه نفس الخط كده بتاع الهنا وبتاع رومل وكده، بس من قدام بقى. فده كان يعني البحر كان كويس وكل حاجة، بس برضو مش عايز أطفال، لأن بصوا اليوم ده كان الهوا شديد شوية، فكانت الموجة عالية. بس الولاد نزلوا وحبوا يعني اتبسطوا برضو شوية، لأن كان خلاص آخر يوم، وماشيين بقى في نفس اليوم ده بالليل. أشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو جديد، ومع السلامة.